تاريخ طويل على امتداد بطولات الخليج. كرة بحرينية خطيرة الآن، خطيرة ستكون لمنتخب البحرين. ملعوب، هدف لمنتخب البحرين، هدف لمنتخب البحرين. أول يأتي من كرة ثابتة في مرمى منتخبنا الوطني. البحرين تسجل، البحرين تتقدم. ربع ساعة من زمن شوط المباراة الثاني، 60 دقيقة من المباراة. الكرة الثابتة كانت هي الحل، هي الطريق. القدم اليسرى هي التي عرفت طريق المرمى. يتقدم بالتالي المنتخب البحريني بأول أهداف المباراة. هنا حامل اللقب يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب بهذه الكرة وبهذا الهدف الجميل الذي يسجل بالتالي ليتقدم بأول أهداف المباراة. كميل الأسود، كميل يسجل ويمنح الأفضلية للبحرين. لاعب الرفاع يرفع الكرة من فوق الحائط ويسجل هدف بحريني أول. الجانب الأيسر هنا الآن مهدي الحميدان، مهدي الحميدان هدف ثاني للبحرين، هدف ثاني للبحرين عن طريق جاسم الشيخ. حامل اللقب يبدو بأنه يوجه رسالة منذ بداية الدورة إلى جميع المنافسين بأن الأحمر البحريني قادم هنا من أجل أن يحافظ على اللقب. 2-0، 2-0، هدف بحريني ثاني، هدف بحريني ثاني. شوف ركنها ركن بشكل جميل. تستمر الأخطاء، سوء التغطية، عدم الضغط من قبل أيضا لاعبي منتخبنا الوطني، وبالتالي جاسم الشيخ يضيف هدف آخر، هدف ثاني للمنتخب البحريني. الأمور أصبحت صعبة جدا على المنتخب البحريني في بطولة كأس الخليج، لكن البحرين الآن هي من تفوز 2-0. والله العودة وإن كانت متأخرة تحسب يا تيغالي، ليست 2-0 وإنما 2-1 الآن. 2-1، الأبيض يسجل عن طريق تيغالي. سيباستيان بكرة رأسية، كرة رأسية يشعرنا أخيرا بأن منتخبنا يتواجد في الجانب الهجومي. رأسية قوية صعبة جدا، العرضية أتت من حارب والرأسية من سيباستيان، والمرمى البحريني يهتزلان بهدف إماراتي أول. 2-1، 2-1 تصبح النتيجة الآن، ويا لها من عودة في توقيت أخير من عمر المباراة. سيباستيان تيغالي يسجل أول أهدافه،